السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي الأزهري، إن شاء الله هنبدأ النهاردة بقى مراجعة ليلة الامتحان للنحو. طبعا احنا عارفين ان الترم التاني الفترة كانت قصيرة، بس ان شاء الله المنهج يكون لذيذ ونعرف نلمه كده في ليلة مراجعة الامتحان، وان شاء الله دي هتبقى زي الفل. نسأل الله طبعا التيسير والفهم، وارجو منكم طبعا الدعاء بالرحمة لخالاتي الاتنين لانهم توفوا ورا بعض فترة قصيرة، فنرجو من الله ان هو يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. ويلا نبدأ ان شاء الله. بسم الله. اول درس عندكم اسمه درس الممنوع من الصرف. ماله بقى درس الممنوع من الصرف؟ انا هدي لك مقدمة الاول تفهم بيها يعني ايه ممنوع من الصرف، وبعد كده نتكلم في الدرس. المقدمة بتاعتي بتقول لك ان انت عندك اخدت حاجة الترم الاول بقى، اخدت حاجة اسمها الاعراب والايه والبناء. انا بقى مش هتكلم على البناء خالص. ليه؟ لان درس الممنوع من الصرف اصلا المفروض معروف عنه ان هو درس بيتكلم عن الصرف، والصرف ده معناه التغيير، فالبناء ثبوت. فانا مش هتكلم على البناء، انا هتكلم على الكلمة المعربة. طب مالها الكلمة المعربة دي؟ انا هخص منها الاسم. ماله الاسم المعرب؟ قالك في اسم معرب بياخد حقه كاملا في الاعراب فبيتغير معايا، بيخشله الضمة والفتحة والكسرة والتنوين. وفي اسم ما بياخدش حقه كامل، يعني بيخشله ضمة وفتحة لكن يجي عندي الكسرة والتنوين ويعصلج. الاسم المعرب اللي بياخد حقه كامل ده بقول عليه متمكن أمكن في باب الاسمية، واخد حقه كامل. اما الاسم المعرب اللي هياخد الضمة والفتحة ويجي يكنسل على الكسرة والتنوين ده بقول عليه متمكن غير امكن. ليه بقى؟ عشان هو ما اخدش حقه كامل. ده احنا هنا بقى بنقول عليه مصروف يعني متغير، وده ممنوع من الصرف. يعني ايه ممنوع من الصرف يا جماعة؟ يعني من الاخر مشكلته في التنوين ومشكلته في الكسر، ما يحبش التنوين ولا يحب الكسر. تمام؟ طيب نبدأ كده نبدأ بقى بالممنوع من الصرف. بقى انا كده اديتك المقدمة وفهمتك يعني ايه ممنوع من الصرف. كلمة صرف يعني بيتغير، ممنوع يعني هيتغير معاك في الضمة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكن هيجي عند الكسرة وهيجي عند التنوين ويجي يقول لك لا. طيب ايه بقى الكلمات دي؟ ويا جماعة او يا مس لما اجي اتكلم في الاعراب انت قلتيلي ان الكسرة مش هتنفع، مين اللي هيجي مكان الكسرة؟ هاجي اقول لك ان في كلمات معينة في اللغة العربية هديها لك دلوقتي، لما تشوفها او تشوف السبب اللي موجود في الكلمة دي تعرف ان الكلمة دي ممنوعة من الصرف. طب اعرابها ايه؟ اعرابها هيكون مرفوع بالضمة عادي، منصوب بالفتحة عادي اهو، الضمة تمام، الفتحة تمام، لكن هيجي عند الكسرة ومش هينفع. امال نحط ايه مكان الكسرة؟ قالك هنحط الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الايه؟ عن الكسرة، ومش هندخل عليه تنوين. ايه بقى الاسماء دي؟ قالك بص يا سيدي، في اسماء هتبقى ممنوعة من الصرف العلة واحدة، وكلمة علة واحدة دي يعني سبب، الكلمة فيها سبب منعها من الصرف. وفي اسماء هتبقى ممنوعة من الصرف العلتين. نبدأ من علة واحدة. يعني ايه العلة الواحدة بقى والسبب الواحد؟ ان انا هجيب لك الكلمة جمع، بس الجمع ده مش اي جمع يقابلك. اما الجمع هيكون ماله؟ اسمه جمع على صيغة منتهى الجموع، جمع على صيغة منتهى الايه؟ الجموع. زي كلمة مساجد وكلمة مصابيح. مالها دي؟ قالك كلمة مساجد وكلمة مصابيح جمع. الجمع عندي او الف الجمع ده عندي بعده حرفين او 3 احرف بشرط ان يكون اوسطها ساكن. يعني ايه يا مس؟ يعني مثلا مش هجيب لك كلمة زي كلمة تلامذة واجي اقول لك تعالى، بلاش تلاميذ، احنا قلنا تلامذة. مش هجيب لك كلمة زي كلمة تلامذة
واجي اقول لك تعالى شوف الكلمه دي مصروفه ولا ممنوعه من الصرف. والله يا مس انت قلت لي ان اي كلمه جمع بترجع على صيغه منتهى الجموع اللي هي بيبقى الف الجمع بتاعي عنده بعده حرفين او الف الجمع بعده 3 احرف بشرط انه يكون اوسطها ساكن. في الحاله بقول ان الكلمه دي ممنوعه من الصرف زي الامثله دي. لكن لو جبت لك كلمه تلامذه، تلامذه انا عندي هنا الف الجمع جه بعدها كام حرف؟ 3 احرف والثلاثه متحركين تلامذه اهو. الحرف اللي في النص عندي ده اللي يهمني، الحرف اللي في النص عندي جه ساكن. ففي الحاله دي باجي اقول ان الكلمه دي مالها؟ الكلمه ديت مصروفه، يعني ما يدخلهاش باب الممنوع من الصرف. يعني الكلمه دي هي تحط لها كسره تحط لها تنوين ما عنديش اي مشكله فيها. انا مشكلتي عندي دول ما احط لهمش كسره ولا احط لهم تنوين. ليه؟ عشان دي صيغه منتهى الجموع، لكن دي لا ما بتشتغلش معانا. وزيها بالظبط زي كلمه ملائكه. طيب عندي ايه كمان؟ قال لك عندك تاني صيغه هنتكلم فيها اللي هي اسمها الف التانيث المكسوره. الكلمه او الاسم المختوم بالف التانيث المكسوره والف التانيث الممدوده. الف التانيث المكسوره زي ايه يا رجاله؟ الكلمه بيكون اخرها الف والالف دي طبعا لازمه مفتوح ما قبلها. زي ايه؟ زي كلمة سلمى، بشرى. قالك ان الالف اللي في الاخر دي مالها؟ الف لازمة يعني ثابتة معايا في الكلام، قبلها الحرف ده مفتوح، الميم اهي سلمى بشرى. قالك ففي الحالة دي باجي اقول عليها انها اسم ماله مختوم بألف التأنيث المكسورة. ففي الحالة دي باجي اقول ان الاسم المختوم بألف التأنيث المكسورة ده اهو بيكون ممنوع من الصرف. طب ايه كمان يا مس؟ هاجي اقول لك برضو الاسم الممدود. ماله الاسم الممدود؟ زي بالمناسبة يعني عشان دي ممكن تجيلكم كلمة مبان او مهام برضو هتكون سيبك من مهام ده اهي هتبقى على صيغه منتهى الجموع. ليه يا مس؟ هاجي اقول لك لان مهام اخرها الميم بتاعتها مشدده، فالميم ده حرفين وقبلها الف جمع يبقى دي صيغه منتهى الجموع عشان انا جبت الف الجمع بعده حرفين. طب كلمه مباني، مباني برضو هتبقى على صيغة منتهى الجموع عشان انا جبت الف الجمع وبعده حرفين. طب ايه اللي خلى الشكل ده يجي؟ هاجي اقول لك لان الشكل ده بقول عليه اسم منقوص. طبعا دي ملحوظة سريعة يعني. والاسم المنقوص ده هو اللي بيكون اخره ياء لازمة. قال لك في حالة الرفع في حالة الجر لو هو نكرة وغير معرف ففي الحالة ديت بقوم حذفه الياء وبخلي النون وتحتها التنوين ده اسمه تنوين العوض بيعوض عن الحرف المحذوف. ففي الحالة دي مباني تندرج تحت صيغة منتهى الجموع، مهام جمع تندرج تحت صيغة منتهى الجموع. طيب نكمل تاني. احنا اتكلمنا على صيغة منتهى الجموع، اتكلمنا على الف التأنيث المكسورة، نتكلم بقى على الف التأنيث الممدودة. مالها الف التأنيث الممدودة؟ قالك هي كل كلمة اخرها ايه؟ اخرها همزة. زي صحراء اخرها همزة قبلها الف زائدة. وايش امتى احكم بزيادتها؟ بشرط ان يكون قبلها 3 احرف. ليه؟ لان انا ممكن اجي اقول صحراء لوحدها، حسناء، ممكن اجي اقول حسنة لوحدها والالف دي زائده ومختومه بالهمزه الممدوده. ففي الحاله دي باجي اقول عليه الف التانيث الممدوده. طيب قلت لك تاني امتى تحكم بزيادتها؟ لو كان قبلها 3 احرف. يعني ما تجيبليش كلمه زي كلمه ماء وتيجي تقول لي انها كلمه مختومه بالف التانيث، اجي اقول لك لا غلط، ما هيش مختومه بالف التانيث الممدوده. تمام؟ طيب يبقى الكلام ده انا كده خلصت لك 3 حاجات اللي هم ايه؟ صيغه منتهى الجموع، الف التانيث المكسوره، الف التانيث الممدوده. ده اللي العله واحده. طبعا الورق بتاع المراجعه بتاعنا معانا اهو، ده اللي العله واحده، ده للعله واحده. زي اهو صيغه منتهى الجموع اتكلمنا عنها، الف التانيث المكسوره، الف التانيث الممدوده،
ده كده عندك الجزء الاول في الدرس. طيب الجزء الثاني اللي هو العلمي الممنوع من الصرف العلتين. العلتين دول انا هقسمهم لجزئين، هتبقى الكلمه عندي ممنوعه من الصرف بسببين بقى مش بسبب واحد. السببين دول اول حاجه كلمه ممكن تجيلي علم ومعاها ست حاجات. ايه بقى الكلمه هتجيلي علم واعجميه ومؤنثه، علم ومركب مزجي تركيب مزجي، علم على وزن الفاعل، زيادة الألف والنون على وزن العدل. طيب اهو كلمة في حد ذاتها علم، يعني هو اسم مسمى كده بنطق بيه حاجة مشهور بيها زي اسم انسان هو علم، تمام. لكن العلم ده هو هضيف عليه حاجة كمان، ان الكلمة السبب في حد ذاتها انها علم. السبب التاني انها ممكن تجيلك اعجمية. ايه الكلمات الاعجمية؟ يعني كلمات كان اصلها كلمات معجمة يعني ليست عربية، زي اسماء الانبياء والملائكة واسماء المدن. واجي اقول لك ان اسماء الملائكة والانبياء والحاجات دي كلها يعتبر اسماء اعجمية ما عدا كلمة صن شاملة. ايه صن شاملة دي؟ قال لك صن شاملة عبارة عن 5 كام 1 2 3 4 5 6 انبياء هم الوحيدين اللي هيكونوا عرب، لكن بقية الاسماء لا اسماء اعجمية. ايه هم بقى؟ صالح، نوح، شين شعيب، ميم محمد، لام لوط، هاء هود. دي الاسماء الوحيدة اللي هتكون عربية فمش هتكون ممنوعة من الصرف. لكن ابراهيم، اسماعيل، ادريس، بكر، ادريس، ادم، دي كلها اسماء هتكون مالها؟ هتكون اسماء علم لانها اسم نبي، وهتكون اعجمية لانها ليست في الاساس اسماء عربية، هي اسماء اعجمية، تمام، ما عدا طبعا صن شاملة. طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك العلم المؤنث. ماله العلم المؤنث؟ انا هتكلم عن التأنيث شوية. قال لك ان التأنيث ده هو في حد ذاته هينقسم الى تأنيث معنوي، تأنيث لفظي، تأنيث معنوي ولفظي. يعني ايه بقى؟ هجيب لك الكلمة مؤنثة، ولكن الكلمة دي ممكن تجيلك ايه؟ التأنيث ده هو ممكن يكون تأنيث حقيقي او تأنيث مجازي. زي ايه؟ قالك الكلمة المعنوية اللي هي التأنيث الحقيقي اللي هو يعني من الاخر التأنيث الذي يلد او يبيض، تمام. ماله التأنيث ده؟ دي كده معنويا، يلد او يبيض ده معنويا. لفظيا تحط له علامة التأنيث في شكل الكلمة نفسها اللي هو تاء التأنيث اللي هي التاء المربوطة. انا عندي كده حاجتين اهو عشان اتأكد ان الكلمة عندي مؤنث لفظي ومعنوي، تالت وضبيط، وفيها علامة التأنيث في شكل الاسم نفسه، تمام. في عندي الكلمات زي كلمة هند وسعاد ومريم ما فيهاش التاء مربوطه، يعني شكل الكلمه ما فيهاش التاء مربوطه، لكن هي اسماء حقيقيه، هي بنات يعني هم يعتبر التأنيث بتاعهم تأنيث حقيقه. ينفع ان انا اقول يلدوا او بيلدوا يعني، او دجاجه، بس الدجاجه فيها تاء مربوطه، تمام. انا هنا هتكلم في حته ايه بقى؟ ان انا لو جبت لك في الشكل علامه التأنيث زي كلمه طلحه، مش لازم خالص ان هو يكون تأنيث معنوي ان هو يلد او يبيض. طلحه وسفيان، لا معاويه، طلحه ومعاويه، عندي الكلمات اهي اخرها ت مربوطه، ففي الحاله دي باجي اقول عليها هو شخص مذكر، ففي الحاله دي باجي اقول ان هو تأنيث لفظي فقط شكلا فقط لان هو دخل عليه التاء، تمام. طيب دخل عليه التاء وهو في الاصل كمان مؤنث يعني يلد او يبيض، ففي الحاله دي باجي اقول عليه تأنيث لفظي ومعنوي. طب هو يلد او يبيض بس ما دخلش عليه التاء، يبقى في الحاله دي باجي اقول عليه ان هو معنوي فقط. يبقى المعنوي زي كلمه سعاد ومريم، اللفظي زي كلمه طلحه ومعاويه وحمزه، اللفظي والمعنوي بقى زي فاطمه، تمام.
ماشي. ده كده اقسام التانيث اللي عندك، الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده. لو جالك باي شكل من الاشكال دول يبقى كده اسمه مؤنث عادي، ففي الحاله دي باجي اقول عليه ان هو علم مؤنث فيمنع من الصرف. ما عدا بس ان انا لو جبت لك اسم ثلاثي 3 حروف اوسطه ساكن زي وعد، هند، دعد، قالك ففي الحالة دي الاسم ده يجوز منعه ويجوز صرفه. يعني ايه يجوز منعه ويجوز صرفه؟ يعني يجوز ان انا امنعه من الصرف واجره بالفتحة وما دخلوش التنوين، وينفع ان انا احط له الكسرة وادخله التنوين وتدخل معاه كمان كلمة مصر. ماشي. طيب يبقى هنا الراجل بيتكلم معاك اهو. اول حاجة قالك العالم الاعجمي، بعد كده اتكلمنا خلاص عن العالم الاعجمي، قال لك بشرط ان هو يكون اكتر من 3 احرف، وجايب لك كل اسماء الانبياء ما عدا اللي انا قلت لك عليهم صام شامله اللي هو هود ونوح ولوط ومحمد وصالح وشعيب. عندي التانيث سواء كان التانيث ده لفظي او معنوي زي حمزه وطلق اهو، لفظ يعني في الشكل بس، معنوي يعني زينب وسعاد، لفظي ومعنوي زي فاطمه وهبه وعائشه. لكن قال لك في المؤنث المعنوي لازم يكون زياده عن 3 احرف. طب لو انا جبته لك 3 احرف، قال لك بشرط ان هو يكون ساكن الوسط، بشرط ان هو يكون ساكن الايه الوسط. ففي الحاله دي قال لا، لو 3 حروف كلهم متحركين عادي يشتغل ما عنديش اي مشكله، لكن الثلاثي ساكن الوسط زي هند ودعد قال لك في الحاله دي يجوز المنع ويجوز التصريف. بعد كده عندي التركيب المزجي. التركيب المزجي اخدته الترم الاول، عباره عن كلمتين متزاجتا حتى صوابا كلمه واحده، ما عدا ان الكلمات اللي مختومه بويه زي سيبويه نفطويه خمارويه دي ما تشتغلش معانا. لكن اي تركيب مزجي تاني زي حضرموت، بعلبك، نيويورك، بورسعيد، بورفؤاد، الكلمات دي كلها تشتغل معانا عادي. هي طبعا اعلام لانها اسماء بلاد، وفي نفس الوقت مالها جت تركيب مزجي. يبقى انا عندي سببين اهو. عندي الكلمات المختومه بالف ونون زائدتين. طيب الالف ونون الزائدتين زي كلمه رمضان اهو علم لان هو اسم شهر واخرها الف ونون زائدتين لان كان اصلها رمضة، شعبان شعبة. لكن امتى احكم بزيادة الالف والنون؟ قال لك برضو بشرط ان تكون الالف والنون دي بعد 3 احرف. يعني ما تجيبليش كلمة زي كلمة عمان وتيجي تقول لي انها ممنوعه من الصرف. ليه؟ لان الالف والنون هنا مش زياده، الالف والنون جت بعد حرفين بس. طيب بعد كده عندي اخر حاجتين اللي هم وزن الفعل والعدل. مالهم بقى وزن الفعل والعدل؟ قال لك وزن الفعل ان انا هجيب لك الكلمه علم زي كلمه احمد، ولكن احمد ده كمان هيكون على وزن الفعل. ليه؟ لان انا احمد ده ممكن اسمي بيه انسان اسمه احمد، وممكن استخدمها فعل مضارع احمد الله على ما انا فيه. طيب في الجمله هتجيلك ايه؟ يا اما لو جاتلك احمد الله على ما انا فيه تتعرب عادي انها فعل مضارع، وفي الحاله دي ملناش علاقه بيها. لكن احمد اللي هيجيلك ان هو اسم انسان، احمد ومثلا سافر البارحه، ففي الحاله دي اجي اقول ان احمد ممنوع من الصرف. ليه؟ لان كلمه احمد جت على وزن افعل، وافعل دي استخدمتها اسم واستخدمتها فعل، عشان كده باجي اقول عليها على وزن الفعل. بس احنا بنشتغل على درس اسمه الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ده بتكلم فيه عن الكسره والتنوين، ان مشكلته في الكسره والتنوين. واحنا عارفين ان الكسره والتنوين دي بتشتغل على مين؟ على الاسماء. اذا انا ماليش علاقه بالافعال، انا شغلي في اختياراتي في جملي في كل الحاجات اللي هتجيلي هتكون على الاسم خاصة. فهو جاي على شبه وزن الفعل، لكن انا ماليش علاقة بالفعل. ولو جات لي فعل عندي وجملة فيها فعل عندي ماليش برضو علاقة بيه، انا اشتغل على الجملة او السياق بتاعي اللي يديني معنى الاسم. تمام؟ طيب طبعا اللي على وزن الفعل زي ايه؟ زي احمد، اشرف، اسعد، يزيد، ادم، انور، دي كلها اوزان على وزن الفعل. طيب اخر حاجة عندي العدل. العدل دي يعني ايه؟ يعني زي كلمة عمر. عمر ده كان اصله حاجة وانا عدلت عنه للوزن ده. عمر دي كان اصلها مثلا عامر، عدلت عنها الى عمر. تمام؟ او قازح فبقت قزح. ففي الحالة دي باجي اقول عليها وزن العدل اللي هو كان
المؤنث بتاعه فعال لمؤنث حزام وقتام، او يكون على وزن فعال لمؤنث حزام او قتام، ويكون على وزن فعل زي عمر وزحل وهبل وجحا وقزح. دي كلها الكلمات اللي ممكن اجي اقول عليها انها جت على وزن الايه العدل. انا كده خلصت القسم الاول بس من العالميه. يعني العالميه عندي ده مش العالميه كمان، ده للعلتين. العلتين عندي يا اما عالميه يا اما وصفيه. احنا لسه هنتكلم عن الوصفيه دلوقتي. الوصفيه دي يعني الكلمه تجيلك وصف. العالميه الكلمه تجيلك علم، اسم انسان، اسم شهر، اسم حاجه مشهور بيها، علم ومعاه 6 حاجات. علم ايه؟ علم اعجمي، علم مؤنث، علم مركب مزجي، علم مختوم بألف ونون زائدتين، علم على وزن الفعل، علم والعدل. طيب ايه الوصفيه؟ قال لك الوصفيه عباره ان الكلمه هتجيلي وصف، والوصف ده لازم يكون معاه علة تانية. الوصف يكون بزيادة الألف والنون على وزن فعلان، بس بشرط ان وزن فعلان ده يكون المؤنث بتاعه فعلة. زي ظمآن، ظمآن صفة الإنسان عطشان، وعطشان زيه برضو المؤنث بتاعه ظمآ عطشا. تمام؟ ادي دي اول صفة عندي اللي هي زيادة الالف والنون. بعد كده عندي ايه كمان؟ عندي بس محدش بقى يجيب لي مثلا واحدة زي كلمة سيفان، مؤنثها سيفانة، فما حدش يجي يقول لي دي الف ونون. ليه؟ لان المؤنث بتاعه جاب التاء مربوطة. انا عايزة المؤنث بتاعه يكون اخره كده الف التانيث المكسورة ظمأ عطشة، فدي ما تشتغلش معانا. صفة هتجيلك على وزن الفعل، اهي نفس فكرة العلم اللي بيجي على وزن الفعل، بس الكلمة دي صفة وشبه، هي جاية بوزن شبيه للفعل، وزن الفعل اهو. زي ايه؟ زي كلمة مثلا اعظم، اصغر، احمر. ففي الحالة دي اجي اقول ان هي لازم المؤنث بتاعها برضو يجيلي على وزن ايه؟ فعلاء. احمر، حمراء، قال لك اهو المؤنث بتاعها يجيلك على وزن فعلاء او فعلاء. تمام؟ اعظم، عظمى، احمر، حمراء. ما ينفعش بقى اجيب لك صفه زي صفه ارمله، ارمل يعني، وتيجي تقول لي المؤنث بتاعه ارمله بالتاء مربوطه، فده ما ينفعش، ده ما يشتغلش معايا. انا عايزه التأنيث بتاعي في زياده الالف والنون في الصفه انها تكون على المؤنث بتاعها على وزن فعله، فعلان، فعله، او انها لو جات لي على وزن الفعل تكون على افعل اللي المؤنث بتاعه فعلاء او فعله. بعد كده عندي اخر حاجه العدل. العدل ده خاص بالارقام من 1 ل10. ممكن اجي اقول مفعل او فعال، يعني موحد، احاد، مثنى، ثناء، مثلث، ثلاث، مربع، رباع. وكذلك ايضا كلمة اخر، فعدة من ايام اخر تعتبر برضو من ضمن الكلمات اللي هتشتغل تحت بند الوصفية والعدل. ده كده ملخص الممنوع من الصرف. اخر ملحوظة عندي هقولها لك ان الممنوع من الصرف انا هشتغل الكلام ده كله فيه، بس بشرط يا جماعة ان الكلمة اللي تجيلي في الجملة منفردة، نكرة ما فيهاش الف ولام ولا مضافة. يعني كلمة مساجد دي تجيلك بالشكل دي كده، صليت في مساجد كثيرة مثلا، دي نعت اصلا. ففي الحالة دي اجي اقول مساجدة لانها ممنوعة من الصرف. لكن ما ينفعش تيجي تجيب لي صليت في المساجد، صليت في مساجد المدينة، برضو التركيب ده خاطئ. ليه بقى؟ في الحالة دي لو حطيت لي الف ولام ما تجيش تحط لي فتحه، حط لي كسره وتعامل بقى معاها انها اسم مصروف عادي. ليه؟ لان الممنوع من الصرف كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله بشرط ان الممنوع من الصرف ما يكونش مضاف ولا يكون مقترن بالالف واللام. دي كده اهم حاجة عندي، ودايما تفضل حاطط في ذهنك ومتذكر ممنوع من الصرف يعني مرفوع بالضمه، منصوب بالفتحه، مجرور ايضا بالفتحه نيابه عن الكسره، واستحاله او يمتنع دخول التنوين عليه. ده كده القسم الاول، ويعتبر يعني اتقل حاجه عندك في المنهج. بعد كده نتكلم بقى مع بعض على الايه،
تاني حاجة عندك في المنهج اللي هي احكام الافعال. نتكلم بقى عن الافعال. انا عندي الافعال 3 افعال: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. نبدأ بالماضي ونبدأ بالامر. ليه بقى؟ اجي اقول لك ان الافعال من حيث الاحكام بتاعتها هقسمها الاول لافعال معربة وافعال مبنية. انا هتكلم على الماضي والامر. ليه؟ قال لك لان الماضي والامر دايما مبنيين، دايما مالهم مبنيين. لو هتكلم على حتة البناء والاعراب لا، هم معتمدين البناء فقط وما لهمش علاقة بالاعراب. حكم الفعل الماضي في الاعراب ايه؟ في البناء ايه؟ المفروض هنعتمد للفعل الماضي الفتح دائما، الفتح دائما، ولكن الفتح ده ممكن يجيلي ظاهر وممكن يجيلي مقدر. حتة بقى البناء على الفتح انك تقدر تنطقه، في الحالة دي باجي اقول عليه ان هو ظاهر. ما تقدرش تنطقه في الحالة دي باجي اقول عليه ان هو مقدر. طب يعني ايه يا مس؟ يعني هاجي اقول لك تعالى بص معايا كده. لو انا قلت لك كتب الولد الدرس، كتب فعل ماضي ما اتصلش بيه اي حاجة وقدرت ابين الفتحة على الباء، فباجي اقول كتبا. طب تعالى تحت كده معايا على قرأت، فعل الماضي اتصل بيه تاء التأنيث. محدش يجي يقول لي يا مس وانا بنطق الفعل باجي اقول قرأت التاء دي ساكنه. اجي اقول لك يا حبيبي انا بعتمد على الفعل مش اللي اتصل بالفعل. يعني انا ماليش دعوه باللي اتصل بيه وحركته ايه، انا كده كده الفعل اخره اهو، ده اللي اتصل بيه ماليش علاقه بيه. مشكله يعني شغلتي انا على الحرف الاخير في الفعل بنطقه ازاي. هنا عشان خاطر هو صحيح ومش متصل بيه شيء باين معايا قوي وسهله وواضحه ومفيش فيها مشكله، لكن هنا عشان اتصل بيه حاجه ممكن يحصل بقى هنا يعني عدم الفهم او التباس المعلومات في بعض. لا انا ماليش علاقه بالتاء، لان ممكن حد يجي يقول لي اصل هو طلع معايا في النطق ده ساكن. لا انا هنا بقول قرأت، ماليش دعوه بالتاء. خلينا بقى في الهمزه، يبقى هو هنا برضو مبني على الفتح الظاهر لان انا قدرت انطقها. طب تعالى هنا لو قلت لك الولدان قرأ، ما تجيش تقولي ان هي المفروض اخرها الف، فالالف دي المفروض تكون مالها ساكنه. اجي اقول لك لا، قرأ دي المفروض في همزه فيها كده الاول، انا قلتها بالفتح. زي او كلمه نجح دي ساكنه ماليش علاقه بيها، انا لي دعوه بالحاء لان الفعل كان اسمه نجحه. تمام؟ يبقى في الحاله دي باجي اقول عليها ان هو فتح ظاهر لان انا قدرت انطقه. لكن تعالى كده على المقدر زي كلمه ايه؟ كتبت او كتبنا او كتبن اللي هي نون النسوه، هتيجي تلاقي ان الفعل ماله كتبنا. ما حدش بقى يقول نون النسوه ماليش علاقه بيه. كتب الباء وقفت عليها على السكون، او كتب لا دي تاء واحده. كتبت ما حدش يجي يقول انها ضم، انا اخري الباء برضو كنت واقفه عليها على السكون. او الفعل كتبوا، الباء هنا انا وقفت عليها بالواو، ففي الحاله دي انا قدرت ابين الفتحه بتاعتي. لا ما قدرتش ابين. يبقى اذا في الحاله دي باجي اقول ان الفتحه عندي مالها فتحه مقدره. كتبوا، كتبن، كتبت، قضى ده فعل معتل الاخر. ففي كده في الاحوال دي مالها الفتح عندي بيكون مقدر، لان انا مش قادره ابينه في النطق بتاعي. وانا عرفتك حته ان انا ماليش علاقه بما اتصل بالفعل، انا لي علاقه باخر حرف في الفعل نفسه وماليش علاقه باللي اتصل بيه. لو انا قدرت ابين الفتحه تبقى ظاهره، ما قدرتش ابينها تبقى مقدره. طب بالنسبه للفعل الامر، قال لك الفعل الامر يعتبر نفس لعبه الفعل المضارع وهو مجزوم. طيب يبقى انا قلت لك انا هركن الفعل الامر دلوقتي لما اشرح لك المضارع، وبعد كده وانا بحكي لك حاله الجزم بتاع المضارع هحكي لك بقى ايه برضو حكم الفعل الامر معاه. نبدا بقى كده بالمضارع بتاعي. المضارع بتاعي قال لك انا مش هزعل حد، انا هدخل على الاعراب وهدخل على البناء. يعني المضارع هيجي لك مره مبني ومره معرب. امتى يجي لي مبني؟ قال لك اذا اتصل به احدى النونين. اول ما تلاقي الفعل المضارع دخل عليه النون بتهد المضارع، بتخليه مبني. عندي نون اسمها نون التوكيد، ودي بتفيد التوكيد. يكتبن، خليك جدع بقى،
الفعل عندي هنا يكون مبني على ايه؟ اوعى تقول لي النون هنا مفتوحه يا مس يبقى هو فعل مضارع مبني على الفتح. هاجي اقول لك هو مبني على الفتح بس تعليلك هو اللي خاطئ، هو مش مبني على الفتح عشان خاطر اتصل به نون التوكيد اللي هو حركه النون نفسها، امال عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان لما باجي بعرب يا حبيبي القاعده دي اوعى تنسوها، بركز على الفعل اخر حرف في الفعل، فباجي اقول يكتبان دي حركتها مفتوحه بس ماليش علاقه بيها، مش دي اللي خلت لي الفعل مفتوح، الفعل لوحده وانا بنطقه مع دخول النون في اخر حرف فيه، لان النحو انا بشتغل في اخر حرف في الكلمه. تمام؟ طيب يبقى هنا مبني على الفتح لو اتصل به نون التوكيد، او نون النسوه دي بقى اما اجي اقول لك تعالى بقى جرب الفتيات يكتبن، النون ساكن، اجي اقول لك بقى انت بقره مش راضي تفهم معايا، يكتبن الباء وقفت عليها بالسكون مش عشان خاطر النون اللي وقفت عليها بالسكون. تمام؟ يبقى نركز في الحته دي. يبقى انا عندي الفعل المضارع امتى يكون مبني؟ اذا اتصل به احدى النونين، نون التوكيد يبقى مبني على الفتح، ونون النسوه يبقى مبني على السكون. ده كده بالنسبة للفعل الأمر المبني، هما الحالتين دول بس في بناء الفعل الأمر. طيب نمسح بقى أي حاجة لها علاقة بالبناء لأن البناء خلاص احنا خلصناه. نتكلم دلوقتي على مين؟ على الإعراب. إعراب يعني إيه؟ يعني الفعل هيجيلي مرة مرفوع وهيجيلي مرة منصوب وهيجيلي مرة مجزوم. نبدأ بالرفع، أسهل حاجة عندي الرفع. الرفع الفعل المضارع بيكون مرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة بشرط إن ما يكونش قبله أداة من أدوات النصب ولا أداة من أدوات الجزم، ففي الحالة دي باجي أقول عليه فعل مضارع مرفوع. طبعا محتاجين نحفظ أدوات النصب وأدوات الجزم لما أجي أتكلم عنها، وساعتها نيجي لما نحفظها نبقى عارفين إن الفعل المضارع عندي مرفوع. مرفوع احنا اتكلمنا على بناءه خلاص، نتكلم على الرفع. قال لك الفعل المضارع هيكون مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، يكون مرفوع بالضمة المقدرة أو الضمة الظاهرة. طيب إيه هي أدوات النصب؟ إيه هي أدوات الجزم؟ أهي الراجل جابها لك تحت عشان تحفظها وتبقى عارفها. لو انا شفت اداة بقى من ادوات النصب بتحول انا بقى للحالة التانية اللي هي حالة النصب، والفعل عندي بيكون منصوب وعلامة النصب الاساسية عندي الفتحة. تمام؟ طيب وبرضو الفتحة عندي ظاهرة او مقدرة. بعد كده عندي لو جبت لك اداة من ادوات الجزم اهي، عندك ادوات بتجزم فعل مضارع واحد وادوات بتجزم فعلين، بتحول انا عندي لعلامه الجزم وبيكون مبني فعل مضارع قصدي مجزوم بالسكون. طب يا مس هي دي كده العلامات؟ اجي اقول لك لا، انا اتكلمت هنا على الضمه وفي علامه تانية، واتكلمت هنا عن الفتحه في حاله النصب وفي علامه تانية، واتكلمت هنا عن السكون في حاله الجزم وفي علامتين تانيين. طيب نبدا بالعلامه التانية. قال لك الفعل المضارع ممكن يجيلك في حالة اسمه فعل مضارع متصل بيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. لاحظ وانا بكتب لك ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة إن في نون، باجي أقول إن النون ده اسمها نون الرفع. نون الإيه؟ الرفع، نون الإعراب. يعني أنا لو جبت لك الفعل المضارع في ألف الاثنين زي يكتبان، تيجي تقول لي ان الفعل المضارع عندي يكتب متصل بيه الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، وطبعا دي ضمائر رفع بتكون مالها في محل رفع فاعل، فانا كده جبت الفعل والفاعل. طب الفعل ماله بقى مرفوع بايه؟ بنون الرفع اللي باجي اقول عليه مرفوع بثبوت النون. ده كده اسمهم افعال خمسه. اي فعل مضارع اتصل بيه 3 ضمائر دول الف الاثنين وهو الجماعه ياء المخاطبه، باجي اقول ان ال3 ضمائر دول بيتعربوا في محل رفع فاعل، وانا عندي الفعل اللي اتصل بيهم ده هو بيكون مرفوع بحاجه اسمها ثبوت النون اللي بتجي في الاخر ده، يكتبان، يكتبون، تكتبين. تمام؟ طيب لو انا جبت لك الفعل المضارع عادي زي كلمه يكتب ويشرب ويلعب، لو هو مرفوع تيجي تقول لي ان هو مرفوع بالضم، لكن لو جبته لك يكتبان او يكتبون او تكتبين ففي الحاله دي تيجي تقول ان هو مرفوع بثبوت النون عشان هو من الافعال الخمس.
طيب بالنسبه للنصب والجزم، لو انا جبت لك فعل زي يكتب وقبلها اداه نصب، تيجي تقولي ان هو فعل مضارع منصوب بالفتحه، لن يكتب، تمام. لكن لو رحت قلت لك لن يكتبون، قال لك لا، في الحاله دي بقى بحذف النون واجي اقول عليه كده اهو فعل مضارع منصوب بحذف النون. وفي الفعل المضارع المجزوم باجي اقول عليه برضو فعل مضارع مجزوم بحذف النون، لان النون دي في حالة الرفع فقط بتثبت، الافعال الخمسة اهي في حالة الرفع فقط بتثبت، في حالة النصب والجزم بتحذف النون، وهو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين وهو الجماعة ياء الايه؟ ياء المخاطبة. طب يا مس احنا كده خدنا علامات الرفع اللي هي الضمة وثبوت النون، النصب اللي هي الفتحة وحذف النون، طبعا احنا عارفين ضمة ظاهرة او مقدرة وفتحة ظاهرة او مقدرة. طب وبالنسبة للجزم انت قلتي انها لها 3 اعرابات، احنا خدنا منهم السكون وحذف النون. اجي اقول لك يا سيدي في العلامة الثالثة بتاعت الجزم ان الفعل الامر المجزوم اصلا كلمة جزم دي اصلا معناها السكون. طيب انا دلوقتي كلمة يسعى او يدعو او يقضي مالها؟ قال لك يسعى ويدعو ويقضي ال3 افعال دول اخرهم حرف عله، لو انا حطيت قبلهم لم اللي هي اداة الجزم المفروض بتسكنه، فهنا هيدخل سكون على سكون لان حرف العله ساكن، سكون على سكون دي بتاعت الجزم وحرف العله ساكن، سكون على سكون ما ينفعش، فبضطر ان انا احذفهم واجي اقول عليه فعل مضارع معتل الاخر، فبقول مجزوم بحذف حرف العله. ويسعى تتكتب بالشكل ده، يدعو تتكتب بالشكل ده، يقضي تتكتب بالشكل ده، وبحط اهو فتحه دليل ان كان فيه الف حرف عله بالالف وتحذف، واو كان فيه هنا برضه حرف عله بالواو وتحذف، كسره يقضي حرف عله هنا بالياء وايه وتحذف. تمام يا شباب؟ يبقى ده كده بصوا بقى نفس فكره الجزم بشتغلها في الامر. نرجع للامر تاني، ماله بقى الامر؟ قال لك الامر متعودين من واحنا صغيرين ان هو فعل امر مبني على السكون اذا لم يتصل به شيء اهو، او اتصل به نون النسوة، اكتب اكتبنا، تمام. او اجي اقول ان هو لو اتصل به نون التوكيد، ركز كده شفت الفعل المضارع برضو لو اتصل به نون التوكيد كان مبني على الفتح، هنا برضو الفعل الامر مبني على الفتح. لو اتصل به نون النسوة زي الفعل المضارع يبقى مبني على السكون، هنا مبني على السكون، او لو لم يتصل به شيء. امتى بقى حذف النون وحذف العله؟ زي فكره الفعل المضارع، يعني لو جبت لك الفعل الامر ادعو اخرها حرف عله فبحذفه واجي اقول فعل امر مبني على حذف حرف العله. لو جبت الفعل الامر زي كلمه ذاكره فيها الف الاثنين، ذاكروا في واو الجماعه، ذاكري فيها ياء المخاطبه، فباجي اقول عليه برضو فعل مضارع فعل امر مبني على حذف الايه النون. طبعا في درس عندكم، طبعا احنا كده خدنا علامات اعراب كتير اهو، في درس عندكم ملخص لك ولمم لك كل علامات الاعراب دي. احنا اتكلمنا على اعراب الفعل المضارع، اتكلمنا طبعا احنا اتكلمنا من ناحيه الاعراب والبناء، يعني امتى يكون منه امتى يكون معرب. قلنا ان الماضي والامر دايما واخدين او متصدرين في جانب البناء دائما. عندك علامات الممنوع من الصرف ايضا، فكل بقى علامات الاعراب الضمه امتى، الفتحه امتى، الف الاثنين امتى، دي تعتبر درس من ضمن الدروس اللي عندك، بس تعتبر دروس ايه، درس ملخص لك الكلام ده كله، لكن هو يعتبر مشروح، ان هو يعتبر مشروع عندك في المنهج. فلو انت فاهم المنهج بتاعك كويس هتبقى فاهم درس طبعا التلخيص ده، لان التلخيص مفيش فيه اي معلومه جديده، هو يعتبر نفس معلومات الاعرابات اللي انت ايه اخدتها. اخر حاجه عندك في المنهج درس المعرفه والنكره. كلمه معرفه والنكره يعني ايه؟ قال لك المعرفه والنكره دي عباره ان لو حاجه حددتها او بقت معينه يعني محدده، ففي الحاله دي باجي اقول عليه اسم معرفه، لكن لو هي ليست محدده او ليست معينه ففي الحاله دي باجي اقول عليها انها نكره. زي كلمه شجره، انهي بقى شجره؟ انت بتتكلم على ايه؟ قال لك في علامه كمان صغيره تبقى عارف ان الكلمه اللي عندك نكره ولا معرفه، انك نكره تقدر تدخل عليها الف ولام. يعني لو قلت لك شجره فانت مثلا متنح مش قادر تحدد، فتعالى جرب دخل عليها الف ولام واجي اقول الشجره
نفعت. يبقى اذا الشجرة دي كانت نكرة مش معروفة، ولما دخلت لها آلة تعريفية فهمت يعني قدرت انطقها وادتني معنى، قلت الشجرة، فاذا الكلمة دي كانت في اصلها نكرة وتم تعريفها. لكن ما ينفعش اجي اجيب لك كلمة الكتاب واجي اقول لك تعالى دخل عليها الف ولام، فاقول لي الكتاب ودخل كمان الف ولام تبقى الكتاب، لا يصح. يبقى الكلمة دي معرفة، هي كان تم تعريفها اصلا، فمش محتاجة ان انت تدخل عليها الف ولام تاني. انا عندي انواع المعارف 6. انواع المعارف 6. عندي رقم 1 العلم، رقم 2 اسم الاشارة، 3 اسم موصول، 4 الضمير، 5 المعرف بالالف واللام، او اما اجي اقول عليه اللي هو مضاف، المضاف. 6 المعرف بالالف واللام. قال لك دي كده انواع الاشاره. الكلمه اللي فيها الف ولام دي بتكون يعتبر من المعارف. العلم اللي هو اسم انسان او اسم بلد او اسم مكان مشهور، او اسم الاشاره الذي يعين مسماه بواسطه اسم الاشاره. اجي اقول هذا هذه، يبقى هذا هذه اسم اشاره. الاسماء الموصوله الضمير بجميع انواعها، الضمير المنفصل والضمير المتصل، كل الضمائر عندي بتكون يعتبر معرفة. وعلى فكرة دي اعرف المعارف هو الضمير، اعرف المعارف هو ايه؟ الضمير والمضاف والالف واللام. طبعا كلمة مضاف يعني ايه؟ يعني انا هجيب لك الكلمة نكرة واضيفها المعرفة بقى. يعني ايه اضيفها المعرفة؟ يعني انا ممكن اجي اقول كلمة نكرة واضيفها لاي حاجة من المعارف اللي عندي دي. اجي اقول كتاب محمد انضافت لعلم، كتابه انضافت لضمير، كتاب هذا انضافت لاسم الاشاره، كتاب الذي نجح. يبقى انت لو جبت لي الكلمه نكره ضفتها لحاجه من الحاجات دي، يعني حاجه من ال6 حاجات دي باجي اقول عليها انها كلمات نكره ولكنها مضافه لمعرفه، فبتاخد نفس الحكم بتاعها، فبتكون ايضا معرفه. زي كلمه كتاب محمد، كتاب نكره لكن انا اضفتها لمحمد، اذا كتاب محمد كلها على بعضها تعتبر في حكم المعرفه. تمام يا شباب؟ ما عندكش حاجه في المنهج غير كده؟ ده اهم نقاط المنهج اللي عندك. اعتقد والله ان هو لذيذ. ممكن بس اللي يبقى جديد عليك السنه دي شويه هو الممنوع من الصرف والله، بس هو برضو يعتبر ألذ الدروس لو انت اتقنته وفهمته. طبعا الكلام ده محتاج منك تدريبات كتير، فانا عامه هبقى معاكم على القناه وتحت امركم في اي وقت. انتوا بقى تظبطوا مذاكرتكم وتظبطوا دروسكم وتبداوا تطبقوا، يعني اهم حاجه التطبيق، واحنا مع بعض ان شاء الله. ونسال الله طبعا لكم التيسير والفهم والتوفيق والسداد، وان شاء الله اعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.